المذيع متحمس للغاية ويشكر الجميع على صبرهم. لقد وصلت لحظة الجد الرئيسي. المعركة الكبرى بين أورورا وتويلايت على وشك أن تبدأ، ويغضب الجمهور عند الإعلان عنها. بصفته طليعة أورورا، فإن الممثل هو المبتدئ الذي يعد الموضوع الأكثر أهمية الآن. طليعة النقابة تيشاشي حيين، زعيم النقابة بلا حدود. لأول مرة شخص من الخارج يمثل النقابة. لا أحد يعرف من هو، وهذا سيكون سلاحه السري. الآن تأتي طليعة تويلايت، الساحر ذو الكاريزما المشتعلة، ملك النار، ريو سان جون. يجد تيشاشي هايان التعليق الجبني حول الكاريزما مضحكا، وهكذا تبدأ المعركة الأولى. يأمل بورك أن يجعل ساحره القتال يدوم لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن من رؤية كل قدرات بطلنا. يعرف ريو أن هذا بالضبط ما يريده رئيسه، لكن القتال بالكاد يبدأ وخصمه يطير بالفعل. يعد التحليق مهارة بسيطة، ويقول المذيع إنها طريقة مثيرة لبدء القتال. حتى زعيم النقابة يجد الأمر مربكا، ولكن حتى لي يعرف أنه يتباهى فقط. ماجي ريو هو المستوى 50، إنه صياد تقريبا على نفس مستوى سوكاورج. إذا تمكن بطل الرواية من استخدام فنون الدفاع عن النفس، فإن القتال سيكون سهلا، ولكن بما أنه لا يستطيع سوى استخدام مهارات الصياد، فقد يكون الأمر أكثر تعقيدا بعض الشيء. المستوى الحالي لهين هو 53. الحقيقة هي أنه لا يزال يفتقر إلى الخبرة القتالية الحقيقية كصياد، وفوق كل ذلك فهو يخضع للمراقبة عن كثب. من الواضح أن بورك متشوق لرؤية قدرات الفنون القتالية أثناء العمل، ولكن بطلنا سوف يغادر في الانتظار. يبدأ بطل الرواية القتال. ردا على ذلك يخلق ريو حاجزا للدفاع عن نفسه. حتى أثناء الدفاع يجد الساحر أنه من الغريب أن يستخدم خصمه هجمات المستوى الأساسي. ريف يبدد السحر بلهبه. يظل الساحر هادئا لأنه لا يزال لديه خدعة في جعبته. هناك 3 تخصصات في هذا الفصل. الأول هو غير المقاتل الحرفي، ثم يأتي المتخصص في العناصر الأركانيس، وأخيرا الشخص الذي يبدو وكأنه كائن خارق للطبيعة أكثر من كونه ساحرا، فئة وورلوك. عادة يركزون على الدعم، لكن بعضهم يتمكن من تطوير هجمات مميتة. لكن بالنسبة لريو فإن الوقوف والمشاهدة ليس من أسلوبه. يقول أنه إذا كان لدى بطل الرواية شيئا أفضل ليعرضه فهذا هو الوقت المناسب. ثم يوجه ركلة متفجرة لبطلنا. يتم إلقاء بطلنا إلى الوراء. يشعر بحرارة النيران على جلده، ثم يأتي الانفجار. يظهر ريو مهارته النارية التي كان يصقلها منذ شبابه باستخدام القتال المباشر، وهو أمر نادر في هذه الفئة. اعتاد تيشاشي هايان على الاعتقاد بأنه الساحر الوحيد من موروم، لكن أصبح من الواضح الآن سبب تشابههما في العديد من أوجه التشابه. ولماذا أعطاه ريو مثل هذا الشعور السيء؟ يعطي ريو تحذيرا أخيرا، ثم يقوم بتنشيط قدرته الفائقة. إنه يطالب برؤية كل ما يقدمه بطلنا. يأتي تنين النار نحوه مباشرة. يقرر تيشاشي هايان أن يظهر له مفاجأة. مع مجرد لفتة يتم تقسيم سحر النار إلى النصف. يضرب ريو وجه الأرض أولا. ليس لديه أي فكرة عن كيفية حدوث شيء كهذا، حتى المذيعة لم تصدق ما رأت. كل ما يمكنها قوله هو أن النار تبخرت بالنسبة لها، لكن بعض المتفرجين يعتقدون أن الأمر بدا مختلفا. بالنسبة لهم كان الأمر كما لو أن النيران قد سحقتها قوة عليا. زعيم أورورا يسأل سوبريم لي عما حدث للتو. على الرغم من أنها تشعر برغبة في قتله، كل ما تقوله هو أنها لا تعرف ما حدث للتو أيضا. بورك يراقب كل شيء في صمت، لكنه أيضا على وشك فقدان السيطرة. يقول المذيع أنه حتى أقوى تقنيات ريو لم تتمكن من خدش بطل الرواية، وهذه الحقيقة بالضبط هي التي على وشك إثارة جنون ريو. ودون أن يفكر في العواقب يتهم خصمه. يسخر تيشاشي هايان من الساحر لأنه فقد أعصابه، فقط لأنه أدرك فجوة القوة. يحاول ريفا تسديد الركلة لكنه يخطئ تماما. يتغلب الساحر على الغضب ويطلق العنان لموجة من الضربات، والتي يمكن الدفاع عنها بسهولة. لم يتخيل أحد يشاهد القتال رؤية ساحرين يتشاجران من مسافة قريبة كهذه. يشير تيشاشي هاين إلى أن خصمه متوتر للغاية، لدرجة أنه يفسد حركات قدميه. وأشار أيضا إلى أن ريو يضع وزنه على الساق الخطأ وينصحه بالتوقف عن القيام بمثل هذه الحركات الواسعة المكشوفة. بالنسبة له هذه ليست معركة، إنه عرض سيرك. حتى ريو لا يفهم كيف يفعل كل هذا. لكن تيشاشي هايان يقول إنه يمارس الفنون القتالية منذ فترة. الآن يريد أن يعرف شيئا واحدا. يتساءل بطلنا عما إذا كان هذا حقا هو كل ما يجب على ريو إظهاره. يقول أن الطفل لديه غرور تنين بقوة نملة، لكن الساحر يقسم أنه سيحول بطل الرواية إلى رماد. في تلك اللحظة يضع بطلنا بعض المسافة بينهم. النيران تتصاعد دون توقف. يقسم ريو أنه سيفوز حتى لو اضطر إلى حرق جسده للقيام بذلك. هذا هو رقصة الفالس ل10 تنانين نارية. النيران تتصاعد إلى الأمام دفعة واحدة، لكن بطل الرواية لا يأخذ الأمر على محمل الجد، ومع ذلك فهو يقول إن الهجوم سيكون أمرا مؤلما للتعامل معه. تستهلك التنانين الساحة بأكملها تقريبا. موجة من الحرارة تصل إلى المدرجات لتراقب فقط دون أن تتدخل، لكنها حتى متفاجئة. حتى هذا الهجوم الأخير لم يتمكن من تجاوز حاجز تشيه هين. حتى أن بطل الرواية يقول إن هذا هو السبب في أنه لا يحب العبث مع الأشخاص المتفاخرين. إنه لا يستمتع حتى بالتواجد في هذا الوضع الساخن، وذلك عندما تبدأ التنانين في التقلب حتى تتبدد النيران تماما. يحذر شاشي هايان من أنه سيكون من الأفضل لريو أن يتخلى عن هذه المعركة. حتى المذيع لا يصدق أن شخصا ما يمكن أن يكون بهذه القوة، حتى أنها تحاول تخمين أن القوة الغامضة للبطل هي تلاعب بالجاذبية. ثم يسقط الساحر على ركبتيه. لقد اندهش الناس من وجود قوة قوية بما يكفي للتحكم في الجاذبية. سيكون معادلا للإله. ريو أعزل تماما. لا يوجد شيء يمكنه فعله عندما يتلقى ضربة على بطنه. لقد ألقي بعيدا. يقول تيشاشي هايان إنه مستعد للخصم التالي. يسأل بوت من هو، فيجيب نائبه بأنه الفارس تشوي جيون. يأمره زعيم النقابة باستخدام السلاح السري.
هذا هو رمح الشفق المصمم للدفاع عن سهول النقابة. أخيرا يصل الفارس حاملا السلاح المعروف بتدمير السحرة توجيون. ليس من الصعب أن نتخيل أنه لم يخسر أبدا أمام أي نوع من السحر، ولكن لا يزال هناك أمل في المبتدئ. يأمل بطل الرواية فقط ألا تكون كل هذه الألقاب هباء. يعرف الجزء أن الجوشي هيان واثق من نفسه، لكنه متأكد من أن الأمور ستكون مختلفة هذه المرة. فلتبدأ المعركة. يقوم جو بتنشيط قدرته وشحناته. يهاجم لكن بطلنا يراوغ. يمزح بطلنا قائلا إن خصمه في عجلة من أمره. يقوم جوشي هيان بإنشاء أجرام الطاقة الخاصة به ويقذفهم على الفارس. المنطقة مليئة بالدخان الأزرق. بدون خدش يتقدم تشوي للأمام مرة أخرى ويقترب بسرعة من بطلنا، لكن تشاشي هايان تمكن من وضع مسافة بينهما. إلى جانب كونه قويا فإن تشوي سريع وحازم، لذلك يقرر بطل الرواية أن يأخذ القتال في الهواء. يستخدم الفارس رمحه بسرعة لينطلق للأعلى، لكن بطلنا يستخدم درعه للدفاع. بطريقة ما انكسر حاجزه وعادوا إلى الأرض، حتى تشاشي هايان معجب. لقد مرت سنوات منذ أن أسقطه أحدهم أرضا في قتال. ثم يعود مايك إلى ساحة المعركة. يعترف بطلنا أنه إذا استطاع استخدام مهاراته في الفنون القتالية فسيكون كل هذا أسهل. حتى عليه أن يعترف بأن خصمه هو المقاتل تماما، لكن تشاشي هايو مستعد لإظهار من هو الرئيس. الزيادة في الجاذبية تكاد تجعل الفارس يركع على ركبتيه، ومع ذلك لا يبدو أن باورك يشعر بالقلق. في الحقيقة إنه مسلي. يثبت تشوي نفسه برمحه ويقاوم تدريجيا حتى يقف منتصبا. بطريقة ما الفارس يمشي رغم كل الضغوط. يسخر تشوي من أن التلاعب بالجاذبية لن يكون كافيا للفوز في هذه المعركة. الآن هو الذي سوف يسحق بطلنا، لكن تشاشي هايان يجد الأمر مضحكا. لم يقل أبدا أنه كان يتلاعب بالجاذبية. بحركة واحدة يتم سحب تشوي عبر الساحة بأكملها. انهار الليل وتحطمت درعه. لي وزعيم النقابة تركوا عاجزين عن الكلام. إيمون باورك في حيرة من أمره للكلمات. المعلقون لا يستطيعون حتى تفسير ما حدث. لا يمكنهم القول أن الجاذبية هي التي تسببت في هذا الضرر بعد الآن، لكن الجمهور يتساءل ما نوع هذه القوة. يجد تشاشي هايان أنه من المثير للإعجاب أن الفارس لا يزال قادرا على القتال، ثم يوضح أن قدرته هي قلب الين والين، وقوة نادرة إضافية تمنح التحكم في الجذب والتنافر بناء على مان المستخدم. الجذب يسحب ويدفع التنافر. من السهل أن نفهم. ثم يرمي حجرا على رأس الفارس. يقول كويا أن بطلنا ارتكب خطأ بالتو. ينهض الفارس من تحت الأنقاض ويقول إن بطل الرواية ما كان يجب أن يقترب أبدا من هذا الحد. يتواصل باورك مع لي ويشرح سبب شهرة تشوي بهزيمة السحرة دائما، والسبب هو هذه القدرة، وإذا لم يكن لدى جوشي هيان سوى قوى سحرية فسوف يفوز جو. يده تقترب. باورك متأكد من أن المعركة قد انتهت. يصبح لي قلقا للغاية بشأن ما سيحدث. تظهر رسالة لبطلنا. يقال أنه غير قادر على استخدام السحر للثواني العشرة القادمة. حتى زيوكسي هيان لا يعرف ماذا يفعل. يأمر نائب القائد تشوي باستخدام التهجئة المضادة، لكن الفارس يقول أنه لا يريد استخدام هذه التقنية في الأماكن العامة. يوضح أن القائد يعتقد أن تشاشي هيون يخفي شيئا ما، وأن قوة الجاذبية المفترضة لديه خطيرة للغاية، ولهذا السبب صدر الأمر بإنهاء حياته. بالتأكيد لم يكن البطل يتوقع ذلك، لكنه تمكن من مراوغته. يعلن توي أن هذه هي قدرته الخاصة كانتسبل، ولهذا السبب لا يستطيع السحرة التغلب عليه. الجمهور كله عاجز عن الكلام. يقول باورك إن تشاشي هيون مخلص للغاية ولا يحب التباهي بسلطاته. لي في حالة من اليأس. يتواصل رذيلة مع بطل الرواية ويتوسل إليه أن لا يستحق استخدام فنون الدفاع عن النفس، لكن تشاشي هايان لا يحب سماع ذلك ولو قليلا. يستعد الفارس للهجوم مرة أخرى ويحذر من أنه لا فائدة من الجري. كورنادير هو بطلنا الذي يستطيع الصمود في وجه هجوم قوي بما يكفي لإسقاط مبنى ويقفز عليه الليل، لكن بطل الرواية لا يرى نفسه خاسرا. إنه يريد أن يعرف نوع الهراء الذي يغذيه الناس به. يطلق تشوشي هيان سراح كي الخاص به. يتردد صدى كل من لي وبارك مع تلك الطاقة، حتى أن زعيم أورورا يشعر بالقلق بشأن نائبه الذي يبدو أنه يشعر بالمرض. لقد تأثر باورك بشدة بقوة هذه الطاقة القتالية السماوية. إنها هزة على عكس أي شيء شعر به من قبل. يستمر الليل، ولكن شيئا فشيئا يتم إخضاعه للطاقة حتى يدرك أن هناك خطأ ما. إنه لا يفهم ما يحدث. قدرته لا تزال نشطة. قبل أن يعرف ذلك كان مقيدا بسلاسل من الطاقة. يشرح تشاشي هايان أن هذا ليس سحرا بل فنون قتالية، وإذا كان لديه فضول عليه أن يسأل باورك. يقول بطل الرواية إنه كاد يفقد أعصابه عندما سمع أحدهم يطلب منه الركض. يا له من شيء سخيف. إنه يعتقد أنه من الرائع أن يتمكن تشوي من رؤية ما يحدث. تسمى هذه التقنية بالسيف العقلي، وهو مستوى قوة 40، لكن السيف نفسه هو مظهر من مظاهر قوة الإرادة. في ذروة هذه القوة يمكن للمرء أن ينهي حياته بفكرة أو يشق السماوات والأرض، ولكن سيكون الأمر مملا إذا انتهى الأمر بهذه السهولة. السلاسل تحرر الفارس. يريد تشاشي هايان تلقين الجميع درسا. يوجه ضربة قوية. بضربة واحدة تم تدمير تشوي. يتم إرسال الفارس يطير. يأمل بطلنا أن يراقب باورك هذا عن كثب حتى لا ينس. هذه هي فنون الدفاع عن النفس. كويا يبدو وكأنه صاروخ يحلق في الهواء. تحطمت جميع عظامه من قوة الركلة. باورك عاجز عن الكلام تماما. تحطم الفارس خارج الساحة فاقدا للوعي بالفعل. بطلنا راض تماما عن استخدام قواه في الفنون القتالية مرة أخرى بعد فترة طويلة، ولذلك يذهب النصر إلى تشوشي هيان. انتهى بطل الرواية بالانسحاب من المباريات الأخرى مدعيا أنه نفد مانا، لكن في النهاية فازت أورورا بالمهرجان ب3-2. يتحدث الجميع عبر الإنترنت عن اللاعب الصاعد، ومن المحتمل أنه قوي مثل باورك نفسه، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى انخفاض دويليت في التصنيف العالمي وصعود أوروي إلى المركز الأول. المساعد قلق على قائده. يدعو له ولكن لا يحصل على استجابة. باورك وحده في الغرفة حيث تحطم كل شيء بسبب غضبه.
من الواضح أنه في حالة صدمة، لم يكن فقط مشلولا من الخوف، بل تعرض للإذلال. إن القوة التي رأها ولو للحظة واحدة أوضحت أن باورك لا يستطيع هزيمته، والآن سوف يلجأ زعيم النقابة إلى إجراءات متطرفة، ومن الآن فصاعدا فهو لن يتراجع. وأخيرا غادر الغرفة واستدعى مساعدة. لديه مكان للذهاب، سوف يلتقون بإله الحرب السماوي. لقد مر أسبوع ولا يزال فريق التسويق في أورور يتلقى مئات المكالمات حول تشاوشي هيان، على الرغم من أنه ليس جزءا من النقابة. لكن إحدى المكالمات تساءلت عما إذا كان ليجي على علاقة بشاب مبتدئ، وهذا الاقتراح يجعل الشاب منزعجا للغاية. داخل قاعة الاجتماعات يمكنك سماع الموظفين وهم يصرخون بالإحباط. أفاد أحدهم أنه كانت هناك 328 مكالمة تسأل عن جياشي هايان و800 رسالة موجهة إليه. معظمها يأتي من المراسلين والصيادين الراغبين في الانضمام إلى نقابة بطل الرواية، ولكن أيضا من الرعاة والمقلدين التلفزيونيين. وفقا للتعليمات البطل تم رفض الجميع باستثناء واحد. وفي نهاية التقرير يصرخ شخص ما من الخارج قائلا إنهم بحاجة إلى اهتمام السكرتير الأول، ولا يبدو متحمسا على الإطلاق للتعامل مع هذه المشكلة. البطل إذا كان يستمتع بالشهرة. يقول بطل الرواية أنه لا يحب كل هذا الضجيج. يقول تشاشي هايان إنه يجب أن يشكر السكرتير الأول على كل العمل الذي يقوم به. ربما يكون الوقت متأخرا بعض الشيء، لكن لي يريد الاعتذار. لقد حاولت كل شيء لمنعه من استخدام فنون الدفاع عن النفس، وكما تعترف كان ذلك بسبب الأنا، وكان السبب أيضا أنها كانت قلقة عليه. تقول تشاشي هايون إنها قللت من شأنه واعتقدت أنك ستفقد السيطرة حقا. في الحقيقة لا يهتم بطل الرواية على الإطلاق بما إذا كان باورك قد رآه يستخدم الفنون القتالية. إنه يعتقد أن زعيمة ولاية قد شعر بالفرق في القوة، ولهذا السبب سيتركهم وشأنهم لفترة من الوقت. المبلغ الذي يريد ملاحقتهم بسبب ما فعلوه بأخته. للحظة أظهر لي لمحة من الارتياح. غيرت الموضوع قليلا وقالت إن تويلايت أصبح الآن ضعيفا. لقد اختفى باورك، وحتى المجموعات المحايدة سابقا تريد الآن الانضمام إلى أورورا. نقابتها هي الآن الأفضل في كوريا، وذلك بفضل بطل الرواية. هذا شكر رسمي من نائب القائد إلى زعيم نقابة بلا حدود. يسعد تشاشي حيين برؤية صديقته تتصرف أخيرا مثل طبيعتها الطبيعية مرة أخرى. يتصافحون، ويضيف أنه سيظل تحت رعايتها لفترة من الوقت. يتحقق بطلنا من الوقت ويدرك أن الوقت متأخر. ربما تكون أخته قلقة بالفعل. قبل أن يغادر سأل لي لماذا قبل الدعوة من تحالف نقابة جزيرة جيجو، لأنه رفض جميع الآخرين. أولا لأنه سئم من الزنازين الموجودة في هذه المنطقة ولم يعد مستواه يرتفع كثيرا. علاوة على ذلك تعتبر جزيرة جيجو مثالية لرحلة عائلية. يقول تشاشي هايان وداعا ويخبرها أنه سيعود خلال شهر، لكن لو عرف بطلنا ما سيحدث في المستقبل لما ذهب إلى تلك الجزيرة أبدا. في المطار تبدو تشات نانسول متحمسة. تشعر أخته بسعادة غامرة لوصولها إلى جزيرة جيجو. تقول إنها المرة الأولى لها. بمجرد النظر إليه فمن الواضح أن بطل الرواية سعيد برؤية أخته في حالة جيدة. ولكن بينما كانوا يناقشون ما يجب القيام به أولا ينادي أحدهم بطلنا. إنها نقابة تامنة. لجنة الترحيب تقود أبطالنا مذهولين. هناك لحظة حرجة في الهواء، لذلك قرروا تجاهل الرجل. لكن الرجل سريع ويظهر أمامهم مباشرة، ويمسك بيد بطل الرواية على الفور. يقدم الرجل نفسه على أنه قائد فريق تامنة كيم كي أون، وتشعر تشاي أونسول بالصدمة لأن شخصا أصغر منها يشغل بالفعل مثل هذا المنصب الرفيع. علاوة على ذلك فهو يعترف بأنه معجب بالبطل ويرغب في الحصول على توقيع أو توقيعين لاحقا. وبينما يستمع إلى هذا يريد البطل فقط العودة إلى المنزل. يتعرف كيم أيضا على تشاي سول كممثلة لأورور وأخت مثله الأعلى. يقوم أحد مساعديه بتذكير القائد الشاب بذلك الوقت حتى لو لم يكن يريد استعجال الأمور فقد تأخروا، لذلك سيتم مشاركة التفاصيل في الطريق. لا يشعر بطلنا بسعادة غامرة بشأن جره معه، لكن كيم يستمر في القيام بذلك على أي حال. أثناء وعدهم بجولة في الجزيرة لاحقا تراقبهم شخصية غريبة، رجل صيني يتحدث عبر الراديو قائلا إن تشاشي هايان قد وصل. يطلب منه شخص ما على الطرف الآخر التوقف عن التحدث باللغة الصينية وإلا فسوف يتخلى عن نفسه. يقف الرجل محبطا يشكو من أن إجازته قد انتهت بالفعل، ثم يخبر رجاله أن الوقت قد حان للعمل لأنه نصب فخا لتشاوشي هايون وجزيرة جيجو ووجاوندري. رجل مبتهج للغاية يحيي الأبطال. إنه زعيم تامن الآخر كيم هيجين الذي يرحب بهم بحرارة، وطلب من ابن أخيه أن يحضر ما أعدوه هدية. ويتوقع تيشا أونسول أن تكون واحدة من الأطباق الشهية في الجزيرة. وعد كيم أنه بمجرد تذوق هذا فلن تنساه أبدا. هذا هو العنصر عالي الجودة الذي اختاروه بعناية، يوسفي لذيذ وطازج، خيبة الأمل كونية. حتى أن تشاي أونسول تفكر في إنهاء حياتهم هناك، لكن شقيقها يمنعها. يعتذر قادة تامن عن الدخول مباشرة في صلب الموضوع مع الأبطال الذين وصلوا للتو، لكن الوضع عاجل. يبدأ كيم كيان في شرح أنهم عارضوا نظام صائد الأنابيب وأنشأوا مجموعتهم المستقلة، وكان أملهم هو البقاء خارج الحرب بين الفصيلين الرئيسيين. لكن هذا تغير عندما بدأت الزنزانات الخطرة من المستوى 11 في الظهور على الجزيرة، ولا يتمكن من إزالتها سوى الصيادين فوق المستوى 40. لا يوجد لدى تمنى أي شخص على هذا المستوى، نظرا لأن جميع الصيادين رفيعي المستوى موجودون في النقابتين الرئيسيتين. ما لا يفهمه بطلنا هو لماذا لا يتجاهلون الزنزانات فحسب، بل استخرج منها الوحوش على أي حال. لكن كيم كي أون يقول أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يخسرون. سيتم سحب حقوقهم في الزنزانات ومجموعتهم من قبل النقابتين الرئيسيتين. ويوضح أنهم قاتلوا بشدة لإبعاد المجموعات الأخرى عن جزيرتهم، ولكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو فسوف يفقدون أراضيهم.
لهم، ولكن عندما كانوا في أقصى حالة يأس ظهر ضوء. كان ذلك عندما رأوا تشاشي هايان على شاشة التلفزيون. ظهر صياد رفيع المستوى ومستقل في وقت لم يتوقعوه على الإطلاق، مثل بصيص من عند سماع كل هذا لا يمكن لبطل الرواية إلا أن يعتقد أن هؤلاء الأشخاص مجانين تماما. يشكره كيمان من أعماق قلوبهما، لكن بطلنا يقول إنه جاء فقط لأنها كانت فرصة للارتقاء إلى المستوى. إنه يريد بالفعل الذهاب مباشرة إلى الزنزانة، لكن أخته تطلب منه الانتظار. بالنسبة لها هناك شيء مهم جدا للتعامل، ليس لديه أي فكرة عما تتحدث عنه، ولكن ذلك لأنها تريد حقا أكل لحم الخنزير الأسود وسمك السلمون المرقع. في وقت لاحق داخل أحد الزنزانات اندلع انفجار. أعضاء نقابة تيميك منخرطون في المعركة. يشعر أحد المحاربين بالإحباط الشديد لعدم سقوط أي من هجماته. هذه هي زنزانة القرد سم النار. يستعد المخلوق للهجوم ويتنفس النيران مباشرة من فمه، لكن أحد حامل الدرع يقفز في المقدمة. يقول له المحارب أن يبقى هناك، لكن الحماية تنهار بسبب السم. إنه شديد التآكل لدرجة أنه يذوب الحجر. لم يتوقع الصياد أن يكونوا بهذه القوة، حتى مع وجود دفاع قوي فإن هجماتهم قادرة على الاختراق. كلما طال أمد القتال أصبح الأمر أسوأ، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فسوف يهلك كلاهما. انطلق صاعقة قوية من رؤوس الأشجار فسحقت جميع القرود، حتى أن تشاشي هايان يسخر من مدى سوء اسم هذه المخلوقات. مثير للسخرية، أليس كذلك؟ المحارب يشكر البطل وهو ينزل، وخلفه مباشرة يقف كم، وهو يشكر بطل الرواية أيضا، بينما تحمله أخته مثل كيس من البطاطس. إنه يعلم أن شيكا سول غاضبة منه، لذلك قرر القائد الشاب أن يشكرها أيضا. والآن بعد أن حصل على راحة قرر الصبي أن الوقت قد حان للمساهمة. يأمر كيم كلا الصيادين بالاستعداد ويفهمون أمره بوضوح. كلاهما يقفز إلى المعركة. يشيد زعيم النقابة ببطل الرواية لاستخدامه أيضا تقنيات السحر، لكن هذا المشهد الأخير يترك شاشي منتشيا وفضوليا بشأن مستوى الصبي. يجيب كيم بأنه أعلى قليلا من المستوى 40، وهو بالفعل أعلى بكثير من تشاؤن سيل الذي هو أكبر منه سنا، ويقترب الاثنان الآخران من الوصول إلى المستوى 40 أيضا، وذلك بفضل تدريبهما المستمر. نظرا لأنهم مسؤولون عن جميع الزنزانات في جيجو فقد تم تحسين مستواهم بسرعة. يقول بطلنا إنه أحب القدرة التي رأها للتو، ويشرح كيم أنها قوة النقل الآني. كان من الصعب جدا إتقانها، لكن تراشي هايان يقول إن التعلم لا يبدو بهذه الصعوبة. اندهش كيم عندما أدرك أن معبوده تمكن من فهم قدرته بمجرد المشاهدة، وفي الوقت نفسه يعتقد بطل الرواية أنه اتخذ القرار الصحيح بالاستثمار في الحدس. بفضل الفنون القتالية لم يكن بحاجة إلى إنفاق XP على سمات أخرى، لذا فقد وضع 53 نقطة في الحدس. لهذا السبب يمكنه بسهولة قراءة الآليات السحرية للقدرة الآن، ولا يريد أن يخيب أمل أي شخص، فهو يريد إظهار ما تعلمه للتو في العمل. يطلب منه تشاشي هايان أن ينتبه، لكن لا يتأثر كثيرا. فقط لا شيء يحدث. بعد فوات الأوان أدرك أن كيم لم يكن يستخدم النقل الآني في تلك اللحظة، وبدون أي خيار يسأل الصبي كيف يفعل ذلك. في مكان ما في الغابة تقوم القردة بعملها بهدوء، وفجأة يبدو أن كيم يزعجهم. أولا يقول مرحبا، الحيوانات في حيرة، ثم يقول وداعا بينما يتم نقل القرود إلى السماء. المخلوقات ليس لديها فرصة. يعتقد تشاشي هايان أن هذه التقنية رائعة جدا. يوضح كيم أنه وحده يستطيع القضاء على المجموعات الكبيرة بمجرد جعلهم يسقطون من ارتفاعات كبيرة. يبلغ حد نطاقه 150 مترا، لكن هذا أكثر من كاف للقضاء على معظم الوحوش. بالإضافة إلى ذلك يمكنه نقل أي شيء على مرمى البصر طالما أن المساحة فارغة وتحريك أي شيء في متناول يده. يقول كيم إنه أظهر ذلك فقط لأن بطل الرواية طلب ذلك، ولكن قبل أن يتمكن من إنهاء جملته يختفي تشاشي هايم أمامه مباشرة. ويوضح بطلنا أنه بعد الشرح ومشاهدة الصبي وهو يستخدمه تمكن من تعلم هذه التقنية، لكنه لا يزال بحاجة إلى القليل من الممارسة. الآن تأخذ المجموعة استراحة لتناول الطعام، وتوبخ تشاي أون سول الجميع لأنهم خذلوا حذرهم في مثل هذه المنطقة الخطرة. توافق كيم على أنها على حق، لكنها تقول إنه بفضل جهود الجميع حصلوا على استراحة لتناول الوجبات الخفيفة. عنيدة كالعادة الفتاة تنطفئ. ثم يقدم القائد الشاب الطعام إلى بطل الرواية ويعلق بأنه يتقن بالفعل النقل الآني. أثناء تناول الطعام يوضح تشاشيهيون أنه بالنسبة لشخص مثله بالفعل فإن تعلم تقنيات جديدة أمر بسيط للغاية. عند رؤية المشهد تريد تشا أون سول فقط أن تضرب شقيقها في وجهه. أخبرت كيم أنه من المستحيل أن تتعلم أي شيء من شقيقها لأن لديه طريقة مختلفة تماما ليصبح أقوى، لكن الصبي يذكرها بأنه قائد الفريق، وهذا يضعه في وضع يمكنه من الحصول على الراحة. ومؤخرا كان يشعر وكأنه وصل إلى الحد الأقصى. يعتذر كيم سريعا عن الانجراف والتحدث كثيرا. إنه على الرغم من أن فريقه يثق به إلا أنه يشعر بعدم الكفاءة بشكل لا يصدق. يعترف بأنه يخشى أن يصبح راضيا يوما ما. يعتذر مرة أخرى، لكن تشاي أون سيل ينتزع الطعام من يده. طلبت منه أن يتوقف عن الكلام والأكل لأن كيمباب جوجو لذيذ حقا. وبطبيعة الحال تأثر كم. بينما يشعر الاثنان بالحماس الشديد يسأل تشاشي هيون عن المدة التي لا يزال يتعين عليهما مواصلة الصيد فيها. إلى جانب كون القرود عديدة فهي سريعة جدا، وهناك حد لعدد القرود التي يستطيع كيم نقلها فوريا. لهذا السبب أراد القائد أن ينميهم فقط. يشير تشاو سيل إلى أنه من الممكن أن تتراكم كل الوحوش على شخص واحد. يقول بطلنا أنه قد يكون لديه إنها مهارة تسمى السيادة، وهي قوة من الدرجة بي يمكنها إخضاع المجموعة أو إلهامها بالرهبة باستخدام قوة الإرادة والحضور المطلقين. يوضح تشاشي هايان أنه حصل على هذه المهارة من زنزانة الطيور، لكن القدرة على إخضاع الوحوش بإرادته لم تكن أمرا مهما بالنسبة له أبدا. ومع ذلك فإن هذه القوة تؤثر أيضا على عقل المخلوق وإرادته. تمكن بطل الرواية من دمجه مع سيف العقل، مما يسمح له بإصدار الأوامر الأساسية للمخلوقات.
لقد نسي بالفعل هذه القوة لأن التحكم في الوحوش لم يكن أبدا مثيرا للاهتمام بالنسبة له، ولكن إذا تمكن من الجمع بين هاتين المهارتين بشكل جيد فستكونان مفيدتين هذه المرة. يقوم تشوشي هيون بتنشيط الهيمنة التخاطرية. أيدي السيطرة تجتاح الغابة بحثا عن الأهداف، يتحركون حتى يصلوا إلى القرود ويظهر أمره أمامه، وبهذا يستيقظ. يبدو كيم وشقيقته قلقين للغاية، لكن بطلنا يسأل فقط عما إذا كان لدى القائد الشاب ما يكفي من المنى لعدد قليل من عمليات النقل الآني، ويقول نعم. يسعد بطل الرواية بسماع ذلك لأنه يعتقد أنه أثار مشكلة خطيرة. يشعر الصيادون الآخرون بالهزات ويعتقدون أنه زلزال، ولكن هذا مستحيل في الزنزانة، لذلك هناك تفسير واحد فقط. الوحوش قادمة بسرعة. يسقط أحد القرود أمامهم. يشعر حامل الدرع بالارتياح. للحظة اعتقد أنه كان حشدا، لكن عندما ينظر إلى الأشجار يرى العشرات من العيون المتوهجة تحدق في الخلف. المجموعة مرعوبة من مدى محاصرته. يأمر تشاشي هيان كيم بإخراج الفريق بأكمله. سوف يأخذها من هنا. عند رؤية الإيماءات التي يقوم بها بطل الرواية وتذكر معناها يوافق كيم، لكن أخته لا توافق تماما على ترك شقيقها للتعامل مع هذا الجيش وحده. القرود تنتظر اللحظة المناسبة للضرب. تنادي كيم للدردشة مع أيون سول وتحثها على البقاء على مقربة منها. مع عدم وجود خيار آخر يستخدم قدرته. تم نقلها عن بعد ضد إرادتها. في النهاية يرحل الجميع ويبقى بطلنا فقط، والآن هو حر وغير مقيد. يعد تشاشي حيين ببذل قصارى جهده. إن الانفجار الهائل للطاقة ينمو بشكل أكبر وأكثر تدميرا في الثانية. من بعيد يراقب كين برهبة عرض القوة هذا. المجموعة بأكملها عاجزة عن الكلام. لا يمكنهم حتى تصديق أن الإنسان يفعل هذا، وهو ما يؤكد الشائعات التي تقول بأن البطل يجب أن يكون فوق المستوى 60. يسأل القائد الفتاة عما إذا كان بطل الرواية هو من جذب الوحوش، لكنها منزعجة جدا من الإجابة. تدرك كيم أنه بغض النظر عن مدى قوة تشاشي هيون فهو كل أفراد عائلتها، لذلك يحاول أن يريحها. تقول القائدة الشابة إن شقيقها قوي جدا ولن يحدث له أي شيء سيء. كل ما تطلبه كيم هو أن تثق بأخيها. يترك تيشا أونسول عاجزا عن الكلام لأنه مخطئ تماما. إنها ليست قلقة، إنها غاضبة لأن تشاشي هيون يتمتع بكل الخبرة لنفسه حتى بعد أن وعدهم بالمشاركة. اعتقدت كيمي أنها كانت قلقة، لكن تشاي قالت إن هذا غير منطقي. في هذه اللحظة يجب أن يكون تشاشي هيون أسعد رجل في العالم. لم يكن بطل الرواية يتوقع أن يصل نطاق قيادته إلى هذا الحد. من خلال الجمع بين المهارتين بشكل صحيح يمكن لبطلنا أن يجعل كل وحوش الزنزانة تأتي إليه، وهذا سيجعل حياته أسهل بكثير. يبدو أنها عملت مرة أخرى. شوشي هيان ينتظر أصولهم. يمكن رؤية انفجارات الطاقة فقط. فجأة يشعر لي أن هناك خطأ ما. تشعر السكرتيرة بالقلق وتسأل إذا كانت بخير. تقول إنها شعرت بضحكة شريرة عندما رأى أن كل شيء على ما يرام. عاد إلى العمل. يذكر تقريره أن بورك زعيمة ولاية لم يشاهد بعد خارج منزله. كما أن صائدي الخياشيم هادئون جدا. والخبر السر هو أن أورورا تمكنت بسهولة من ترويض الزنزانات التي كانت في نزاع معهم. يبدو أنهم لن يحتاجوا للقلق بشأن ولاية لفترة من الوقت، لكن لي يشعر بقلق شديد من أن بورك تظل هادئة للغاية بعد تعرضها للإذلال على شاشة التلفزيون الوطني. ما تخشاه هو أنه يخطط لشيء ما، لكن بالنسبة للسكرتير لديهم شيء آخر يدعو للقلق الآن، ومن الواضح أن لي مصدومة تماما. تدور الأخبار حول الزنزانة شديدة الخطورة التي تم اكتشافها في جبل تيديك. ديد أوف ذا دينجر هو المستوى 13 ويجب أن يكون الصيادون على الأقل المستوى 60 والبيئة صحراء. إنه بلا شك أصعب زنزانة موجودة. هذه الزنزانة عبارة عن صحراء واسعة وحارقة. لم يرى الصيادون حتى المخلوق الضخم الذي يلاحقهم. الوحش الحشري الوحيد هو بحجم المباني التي تسير عبر الرمال متجهة نحو المدينة. على الرغم من عدم وجود الكثير منهم إلا أن كل واحد منهم قوي بما يكفي ليتطلب صيادا رفيع المستوى للتعامل معه، وهذا ما أكده زعيم النقابة نفسه. تعلق لي أنه من الواضح أن القائدة والمخرجة ستحتاج إلى تشكيل فريق للتعامل مع هذا الأمر، وبطبيعة الحال فهي لا تستطيع التوقف عن التفكير في ذلك. في مثل هذه الأوقات تتمنى لو كان هنا، ولكن من الواضح أن لي كانت تنقسم إلى مناطق لأن السكرتيرة تستمر في لفت انتباهها. إنه قلق مرة أخرى بشأن فيلته ويقول إذا لم تكن بخير فمن الأفضل العودة إلى المنزل. بالصدفة انتهى بها الأمر بالاصطدام بالشاي الخاص بها فيسقط ويكسر. تعرض سكرتيرتها تنظيف الفوضى، وفي الوقت نفسه تتساءل عما إذا كانت ستصاب بالجنون، والأكثر من ذلك أنها تتساءل متى سيعود تشاشي هاين. لقد مر 15 يوما منذ دخولهم زنزانة جيجو. يتفاجأ المحارب بهجوم قادم من داخل الدخان. سوف يهاجمه المخلوق، لكن هجوما بسيطا يحل الموقف بسرعة. يستخدم بطل الرواية مهارته لجذب الوحوش ويتناوبون في التعامل معهم. تتجادل تشاي دونسيل مع كيم لأنها تعتقد أنه يعاملها كطفلة. يقوم نظام تطور الصياد بتوزيع إكس بي وفقا للضرر الذي يلحقه الشخص بالمخلوق. أفضل شيء هو ألا يدخل بطلنا في القتال مرة أخرى، ولكن يكون الأمر صعبا عندما ترى دبابة المجموعة تعمل. في مثل هذه الأوقات يكون مجبرا على التصرف. ينتقل تشاشي هايان خلف الصبي ويخرجه من الخطر. يشكره ذي سكوير بالدموع على إنقاذ حياته ويتساءل بطلنا سي مات عما إذا كان من الممكن رفع مستوى الشجاعة. ينتهز كيم الفرصة لتجاهل التوبيخ الذي يتلقاه. بالإضافة إلى ذلك تعلمت شوشي هيان النقل الفوري، وعلى الرغم من إعجاب الجميع به إلا أن هذه لم تكن شجرة المهارات التي أراد النزول إليها. تقول تشاي أنسول إنها فهمت أخيرا منتجات جيجو الشهيرة ليست سمك السلمون المرقق.
تقول إن هذه الجزيرة بها زنزانات كبيرة يجب رفع مستواها، على الرغم من أنها اكتسبت 3 مستويات فقط ووصلت إلى 38. يوافق كايام أيضا على أنهم في مستوى أعلى كثيرا. كان شاشي حايين يشعر بالقلق من أن أخته ستجد أنه من الممل مجرد التدريب، ولكن يبدو أن الزنزانات يمكن أيضا اعتبارها مناطق جذب سياحي. يقول الصبي أن المهمة التالية هي طلب من نقابة سامدادو. هناك الوحوش عبارة عن خفافيش برؤوس ذئب، وعند سماع ذلك يبدو بطلنا غير مرتاح. تسأل يونيتا عن نوع التضاريس الموجودة في هذا الزنزانة. يؤكد كيم أنه كهف، لا أحد يلاحظ، لكن بطل الرواية يشعر بعدم الارتياح. يقول زعيم يلوم إن المجموعة التي طلبت هذه المهمة تريد فقط أن يشارك فيها تشاشي هايان. على ما يبدو السبب هو أن المكان مظلم جدا لدرجة أن السهام والنقل الآني لن يكون له أي فائدة. عند سماع ذلك يشعر شوتاون سول بأنه لا يحظى بالتقدير ويشعر بالغضب. يجد بطلنا الأمر مريبا بعض الشيء، لكنه يوافق لأنه من الواضح أن كلاهما متعبان للغاية. لقد وعد بأنه سيتعامل مع هذه المهمة بسرعة كبيرة، ولكن مجرد التفكير في الكهف يعيد الأشياء التي لم يرغب في تذكرها. يقدم رجل يدعى جون كو نفسه لبطل الرواية ويقول إنه زعيم سامبيدو كيلد ودليل الزنزانات. يفترض أن تشاتشي هيان يعرف بالفعل كل التفاصيل، لذلك يأخذه مباشرة إلى الكهف. وفي وسط الغابة يمكن رؤية البوابة الخضراء، ويقف بطل الرواية أمامها. مجرد التفكير في أنه كهف يجعل بطل الرواية غير مرتاح أكثر بكثير مما توقع، لكن بغض النظر عما بداخله عليه إنهاء هذا. يتمصعق ذئاب الوطواط بالكهرباء. يسأل أحد الرجال المرافقين للمهمة عما يجب عليهم فعله لأن بطل الرواية يتقدم بسرعة كبيرة. يقول جوشي هايان إنه فعل ذلك بالفعل في تلك المنطقة، ويقول جون هو إن البطل أكثر روعة مما كان يتخيل، ويقول إنهم بحاجة إلى مواصلة متابعة المسار حتى يصلوا إلى المنطقة غير المستكشفة. وبما أن هذا هو الحال، فإن بطل الرواية يريد تسريع وتيرة اللعبة، حتى أن الرجل يسأل إذا كانت شاشي هايان بخير، لكنه يتجاهله. ولكن هناك حقا مشكلة. حتى بعد كل هذا الوقت ولا تزال ذكرياته المرعبة حية كما كانت دائما. يحاول جانغو إخبار البطل أنه إذا كان يشعر بالإعياء فلا يوجد سبب يمنعه من التوقف لفترة من الوقت، لكن الرجل ندم على الفور على قول ذلك. مرة أخرى يقول شاشي هايان إنه بخير وهذه المرة لن يكرر نفسه. يتراجع جانجو بسرعة ويقدم له كيس عصير، لكن كل ما يفكر فيه بطلنا هو أنه يحتاج إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن قبل أن ينتهي به الأمر إلى تدمير الجميع هناك. يوضح الرجل أن المسار من الآن فصاعدا صعب بعض الشيء، لكنه رسم خريطة لهذه المنطقة بالفعل، لكن سلوكهم يجعلهم أكثر تشككا، أو ربما يكون جياشي هايوان متوترا للغاية. يقول تشنمو إن كهوف الأحياء المائية البحرية هي مكان أجمل بكثير من هذه الكهوف الرطبة. يعرض أن يأخذ بطلنا إلى هناك يوما ما، لكنه يرفض بالطبع. يريد جيكسي معرفة المدة التي سيستغرقها الوصول إلى الهدف، لكن في تلك اللحظة بالذات بدأت غرائزه في الظهور. دائرة سحرية تتوهج على السقف. يتعرف بطل الرواية على هذا السحر باعتباره فخ متاهة وهمي. إنه ليس شيئا قاتلا على الأقل، ولكن بمجرد القبض على شخص ما فإنه يفقد تماما إحساسه بالاتجاه، ويبدو أن هذا يحدث للآخرين من حوله. ولكن عند النظر عن كثب يبدو أن تدفق الطاقة يوجه المجموعة إلى مكان معين لسبب ما. هذا فخ المورين، لكن من يستطيع أن يقول ذلك؟ مهما كان الأمر لا يريد تشوشي هيان أن يمر بأي شيء يتعلق بالعالم الآخر أثناء وجوده في الكهف. يأخذ بطل الرواية نفسا عميقا لتهدئة نفسه، ثم يقرر أنه سيقع في الفخ ليرى ما سيحدث. يقرر بطلنا معرفة من يقف وراء كل هذا. وفي الوقت نفسه في الزنزانات الصحراوية تستمر الوحوش الرملية في إحداث الفوضى. رجل يدعو انتباه الجميع. يستخدم قائد المجموعة تعويذة برتقالية، ثم يعود الوحش إلى الرمال. يعتقد أحد الصيادين أن المخلوق يتراجع، لكنه يرى الحقيقة. يظهر وحش آخر على وشك شن هجوم مدمر. زعيمهم يطلب من الجميع الاستعداد، يريد استغلال الفرصة حتى لا يتمكنوا من التراجع. تمكن قائد المجموعة من إيقاء العملاق دافئا للحظة. في تلك اللحظة يعطي الإشارة، وذلك عندما ينتهز نائب القائد الفرصة بشفرتيها تقضي على الوحش ليفوز بالقتال بمساعدة الآخرين. زعيم النقابة سعيد للغاية لدرجة أنه يقول إذا كان الاثنين معا فسوف ينهيان هذه الزنزانة بسهولة، لكنها تقول أنهما الاثنين فقط، لأنهما أسقطا حتى الآن 3 وحوش وقد استنفذت النقابة بالفعل. لكن القائدة تعلق بأنها ربما تتمنى لو كانت تقضي وقتا مع تشاشي هايان، لأن الناس يقولون أنهما يتواعدان، لكن لابد أنه ندم على قول ذلك على الفور لأنها هاجمته بسرعة للتوقف عن النزاع. تغيير الموضوع يريد لي أن يعرف لماذا لم يأتي الآخرون. كان من شأنه أن يجعل الأمور أسهل، لكن القائد يقول أن كلاهما كان لديه موعد لا يمكنهما تفويته. رجلان يشاهدان بالقرب من بوابة جيجو قال كلاهما أن لديهما شيئا مهما للغاية يجب الاهتمام. يتحدث الحراس حول كيف رأوا كيشيشي عاليا ويقاتل في مهرجان الطاقة الشمسية، لكن يبدو أن السكرتير يوبخهم بالفعل لعدم أخذ عملهم على محمل الجد. يقولون أنه ليس لديهم ما يفعلونه، لذا فهم يتناولون وجبة خفيفة فقط، لكن السكرتير يقول أنه حتى لو لم تكن تويلائت نشطة مؤخرا فهذا ليس سببا للتخلي عن حذرهم. بعد كل شيء أنت لا تعرف أبدا متى يمكن أن تبدأ المعركة. في تلك اللحظة تأتي رشقات نارية من الطاقة من داخل الغابة. عندما تحطم الكرة فإنها تنفجر. يعرف السكرتير أن هذا الهجوم كان سهما مطلقا. المشكلة هي أنه لا ينبغي لأحد أن يعرف عن هذا الزنزان. ظل شخص ما يقترب. هناك شك فيما إذا كان هذا هو الشفق، لكن الشخصية هي المخرج يونسون مين من أورورا. يقول أن هذا كان هجوما سريا من النقابة الأخرى. يصبح السكرتير قلقا للغاية بشأن هذا الاحتمال، حتى أنه يفكر في دخول الزنزانة لتحذير نائب القائد وزعيم النقابة، ولكن بعد ذلك يدرك أن هناك خطأ ما. لم يكن من الممكن أن يعرف المدير مكانهم لأنه قال إنه سيفعل شيئا آخر. لسوء الحظ فات الأوان. يقول يونا إنه على وشك الانتهاء من مهمته. الخائن بعد الانتهاء يلتقط هاتفه.
في المكالمة يقول إن المخرج الآخر ينضم أيضا إلى الهجوم وهو سعيد لأن غويل قد اهتم بالفعل بكل التفاصيل. الشخص الذي يشكره هو باورك على الطرف الآخر من المكالمة، وعندما وصل إلى مكان الحادث انحنى له الصيادون الآخرون. باورك أيضا سعيد جدا برؤية الضرر الذي أحدثوه، يمتدح المخرجين اللذين ينحنيان. يعتقد القائد أنه كان ساذجا جدا، لم تتخيل أبدا أنه يمكن أن يكون هناك خونة في نقابتها، والأكثر من ذلك أنه تم شراؤها بالفعل منذ مهرجان الطاقة الشمسية. يخطو باورك فوق الجثث وكأنهم لا شيء. يتذكر القائد أنه قد مرت 7 سنوات منذ أن كان في الزنزانة معا، وفي ذلك الوقت كان قد بدأ للتو. تعود ذاكرته إلى الوقت الذي كانت فيه المجموعة تنادي لي لقد بدت سعيدة حقا في تلك الأيام. ثم تلفت باورك انتباهها، ووفقا له فإن تلك المجموعة تعيقهما فقط، إلى كيملي هي موجودة في حياتها ميورين، على الرغم من أن هدفهم يجب أن يكون أقوى في أسرع وقت ممكن. يتحدث عن اليشمي لإله الحرب السماوي، ووفقا له تتحسن الفنون القتالية بشكل كبير بمجرد استخدامها. من وجهة نظر باورك فإن خدمة هذا الإله ستجعلهما أقوى كثيرا، لكنها تقطعه. يقول لي إن الأرض ليست مورين، وهنا لا أحد يطاردهم باستمرار، لذلك ليست هناك حاجة للاستمرار في أن تصبح أقوى بأي ثمن. إنها سعيدة بوجودها مع أصدقائها، لذا يجب عليهم أن ينسوا ما مروا به في العالم الآخر. تستدعي المجموعة لي مرة أخرى وتترك باورك وراءها، لكنه اعتقد أنها ستكون الشخص الوحيد الذي سيفهمه، حيث أن كلاهما مر بنفس الألم. بالنسبة له كان يشعر دائما بأنه شخصية داعمة، كل ذلك بسبب هؤلاء الأشخاص الضعفاء. لاحقا في قتال قام باورك بتقطيع وحش إلى نصفين، فالمخلوق ضعيف جدا بالنسبة له، وذلك عندما سمع صراخ لي. أصيب أحد أعضاء المجموعة على يد أحد تلك الوحوش الضعيفة للغاية. يطلب عضو آخر من باورك إخراج الفتاة المصابة من الزنزانة في أسرع وقت ممكن. يستمر الصبي في الحديث، ولكن يبدو أنه يتم تجاهله طوال الوقت. لا يفهم سبب عدم تحرك زميله، ويستمر في التوسل للحصول على المساعدة. لكن عقل باورك في مكان آخر، معتقدا أنه بغض النظر عما يفعله فإنها لا تعترف أبدا بتضحيته، وهي لا تزال ضعيفة. لقد نسيت يأس مورين، وفي رأيه أن السبب في كل ذلك هو تلك الحشرات. يقرر باورك تدمير كل ما يجعل ليجي هي ضعيفة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد أنها ستفهم نفسها، لذلك قرر تحريرها بدءا من جميع أصدقاء للضعفاء. يقف باورك أمام البوابة، يبدو الأمر كما لو أن عقله ليس هناك. يتساءل الخونة لماذا هو هكذا. في تلك اللحظة يظهر نائب القائد ويطلب منهم حراسة المدخل، وإذا رأوا أي عضو في أورورا يجب القضاء عليهم. يقول باورك إنه يستطيع أن يشعر بتشيشه. يمكنك معرفة أن الأمور تسير على ما يرام في الجزيرة، لكن الرذيلة تقول أن جوليين قد بدأ بالفعل في التصرف، ولا أحد يفلت من فعله. يقول النائب إنه تلقى تقاريرا بالفعل، لكن بارب لا يريد سماعه. يريد أن يعرف شيئا واحدا فقط. عندما يكونون في الزنزانة يريد القضاء على ليجوا. للحظة يبدو القائد مهتزا، لكنه سرعان ما يستعيد وضعيته ويقول نعم، لأن هذا كان العقد. بعد كل شيء فهو لا يعتقد أنه يستطيع هزيمتها. ثم يقول باورك أن الوقت قد حان للبدء. إنهم صيادون من الدرجة الأولى، لكن الفريسة هذه المرة هي أورورا. يجد تشوشي هيان المكان مربكا للغاية. لقد تبع الفخ، لكنه لم يقود إلى أي مكان. حتى الرجلين يتهامسان لبعضهما قائلين إن هذا لم يكن ما توقعوه أيضا. لكن بطل الرواية يسمعهم يتحدثين. يطالبهم تشاشي هيان بقول ما يخفونه، لكن بالطبع يقول الرجل إنه لا شيء. بفارغ الصبر يمسك بطل الرواية وجهه. يقول بطلنا أنه لن يغض الطرف بعد الآن، لذلك إذا أراد الخروج من هذا الكهف فمن الأفضل أن يتحدث. ويبدو أن أحد الرفاق لاحظ شيئا غريبا. حتى بطل الرواية عاجز عن الكلام. يعلق صوتا غامض بأنه يكاد يفتقد ككو مدى سرعة وصول بطلنا، حتى أن أحد المساعدين يقول أن كل شيء جاهز. يقول هذا الصوت إنه من دواعي سرور مقابلة بطل الرواية. على الحائط قنبلة، ومن هنا يأتي الصوت. يعترف تشاشي هيان بأنه لا يستطيع الكلمات، ثم يأتي الانفجار. في مكان آخر ينتاب لي شعور سيء للغاية، لكنها قررت تجاهله. إنها بحاجة إلى التركيز على المهمة فقط. في مجال رؤيتها ترى 4 وحوش على الأقل للتعامل معها، وذلك عندما تسمع شيئا خاطئا. وقع انفجار حيث كانت مجموعتها تستريح. زعيم أورورا في منتصف القتال، لكن الساحر يتفادى الهجوم. ثم ينتهز المقاتل الخشن الفرصة ويهاجم القائد وهو لا يستطيع الدفاع، لكن القائد لا يزال يستخدم كل قوته للهجوم المضاد. ومع ذلك فإن المقاتل الخشن يتهرب من الضربة. إنه في أسوأ حالة ممكنة. إن قتال جان أمر صعب بالفعل، والآن أصبح الأمر أسوأ مع كليهما، ولا يزال باورك يراقب كل شيء. ليس لدى زعيم أورورا أي فكرة عن كيفية التعامل معه. باورك يصفق للأداء الذي شهده للتو. يعتذر عن التقليل من شأن جون دائما. يقول زعيم أورورا إنه لم يتخيل أبدا أن هذه هي الطريقة التي سيقابل بها منافسة. يسأل جيون كيف وصلوا إلى هناك وماذا حدث للصيادين الآخرين الذين كانوا يحرسون البوابة، حتى أن باورك يضحك على السؤال. بعد كل شيء الجواب واضح. يقول جيون أن جميع المعلومات حول هذا الزنزانة كانت سرية، لذا فمن الواضح أن هناك خونة في النقابة. أيا كان يعد جون بتقطيعهم إلى أجزاء. يقول الساحر أن فريسته لديها الكثير من قوة الإرادة، وقبل أن يدرك ذلك يحدث شيء فظيع، وأصيب أحد أفراد مجموعته بجروح قاتلة. ينظر إلى زعيمه ويطلب المساعدة. لا يستطيع جون سوى سماع الصبي وهو يتوسل من أجل حياته. يقترب الليل جاهزا لإنهاء القتال، ولسوء الحظ لا يستطيع القائد إلا أن يصرخ محبطا لرفيقه. لا يزال باورك يسخر منه قائلا إن هذا المشهد حزين حقا ومفجع، ثم يعلق بأن كل تلك الحشرات مجرد أعداء. لي هو الذي يأتي ليسحق الحشرة، لكن جنغي يتفادى الضربة.
تقول لي إن الطفل جاء لرؤيتها مرة أخرى. يعتقد باورك أن صديقه القديم ليس سعيدا برؤيته، لكنه يفتقدها. بالنسبة إلى لي، على أي حال، فهو مجرد هراء مرة أخرى. لقد وعدت بأنه لن يقول كلمة أخرى في حياته أبدا. ثم يطلب باورك من نائبه أن يعتني بها. كل ما هو مرئي هو لمعان الشفرات المتصادمة. تبادل الاثنان الضربات السريعة للغاية. كلاهما يضربان بعضهما البعض ويدفعان بعضهما البعض إلى الخلف، لكن ينتهي الأمر بإصابة لي بجرح خفيف في وجهها. ومع ذلك فهي لا تضيع الوقت في الهجمات المضادة، مما يدفعه بعيدا. الغضب يسيطر على الصبي. في غضبه تمكن من التوقف عن جره، ولكن قبل أن يتمكن من فعل أي شيء كانت بالفعل فوقه قائلة إنه مجرد شقي لا يعرف حتى كيف يحمل سكينا. قام بتبديل يديه بالشفرات، لكن الخط المائل أخطأ تماما وما زالت تصفه بالمتهور. لكن لي تعرف أنه عدواني للغاية، لذا عليها أن تكون حذرة، وفي الوقت نفسه لن ترفع عينيها عن مجموعتها أبدا. القائد محاصر، لكنه لا يزال يقاتل بشجاعة. يعتقد لي أنه يستطيع الصمود لفترة من الوقت، لكنها تعلم أن هذه ليست المشكلة الحقيقية. إنها تنظر مباشرة إلى الرئيس العظيم، حتى أنها تلوح لها، لكنها تعلم أنه يخطط لشيء ما. يعلق باورك أن صديقه أصبح أقوى بكثير مما كان يتوقع، ويعتقد أيضا أن الأمور في جزيرة لي يجب أن تنتهي. يأمل زعيم تويلايت أن يصبح تشوشي هيان سمادا بالفعل. نور يشع من تحت الصخور، ثم يحدث انفجار. يستيقظ بطل الرواية وهو متقد بالرغبة في رد الجميل لهم. يبدو أن الآخرين الذين كانوا مع بطلنا قد نجوا أيضا، لكن حتى هم لا يعرفون ما حدث للتو، وذلك عندما يرى شاشي هايان، لكنه لا يبدو سعيدا على الإطلاق. ليس فقط أنه في كهف، بل كان عليه أن يستخدم معادلة ذكائه، كل ذلك بسبب قنبلة. الرجل الذي يحاول تهدئة الأمور يتساءل عما إذا كان بطلنا قد أصيب بأذى، حتى أنه يتظاهر بأنه لا يعرف ما يحدث، لكن لا ينبغي له فعل ذلك. فجأة يبدأ الرجل بالطفو، لكنه يسقط على الفور لأن بطل الرواية يريد تسوية الأمر بسرعة. يريد أن يعرف ما يحدث. لقد أصبح من الواضح بالفعل أن هذا كان فخا تم إعداده مسبقا، لذا من الأفضل أن يتوقفوا عن التفكير في أن تشاشي هايان تبدو وكأنها أحمق. شيئا فشيئا يبدأ الخوف بالسيطرة على الرجل، حتى يبدأ بالبكاء قائلا أنه لا يعرف ما يحدث، لأنه حتى هم وقعوا في الانفجار. بفارغ الصبر قرر بطلنا استخدام قدرته على التحكم. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذه القوة على البشر، ولكن إذا تم تدمير العقل فلن يكون ذلك خطأ. يبدأ الظل بتغطية رأس الرجل. تم الكشف عن أنهم كانوا دائما يحصلون على الدعم المالي من تويلايت، وكانت مهمتهم هي التأكد من أن الجزيرة كانت تحت سيطرتهم. وفي أحد الأيام جاء إليه رجل، لقد كان شخصا متعجرفا. قدم نفس الرجل نفسه على أنه الأخ الأصغر لداره. كل ما كان يعرفه هو أن هذا الرجل كان صيادا صينيا، ولكن كان من الواضح أن هذا الرجل كان الصفقة الحقيقية. لقد كانوا ببساطة يتبعون أوامر جاو. كل ما كان عليهم فعله هو إحضار تشيوشي هيم إلى الموقع المحدد. يعرف بطلنا أن الإشارات لا تعمل من خارج الزنزانة، مما يعني أن هذا الرجل موجود في الكهف أيضا. بطل الرواية لا يشعر بأي شيء، ربما غادر بالفعل. لقد أصبح هذا صداعا كبيرا لبطلنا، لذا يطلب من أحد الرجال التنحي جانبا، ولأنه في خط النار يطلب من الطفل مرة أخرى أن يتحرك. انطلق انفجار طاقة من يده واصطدم بكومة الصخور، مما تسبب في انفجار. يفتح نفق في الجدار. على الأقل الآن هم سعداء لأنه يمكنهم العودة إلى المنزل والاستحمام، لكن تشاشي هايان لا يتفق مع ذلك. لا يحب ترك نهايات فضفاضة. بطل الرواية يجعل الكهف يتوهج بطاقته. الحجارة تغلق المدخل مرة أخرى. يطلبون الرحمة. يتركهم تراشي هايان وراءهم دون رحمة. كل رجل لنفسه. الآن بعد أن عرف أن تويلا وراء هذا يمكنه الهجوم علانية. وفي الصحراء تجد لي نفسها في موقف حرج. يستخدم خصمها تقنية استنساخ الظل لمنحها وقتا عصيبا. يقول تشنف إن الفتاة يجب أن تمسح الدم من فمها وتطلق العنان لتقنية رقص الظل. أولا يحاول صرف انتباهه. إنه يعرف بوضوح ما يفعله، لكن لي يقول إنه يتحدث فقط هراء. لن تخطط أبدا لاستخدام هذه القدرة، سيكون مضيعة لشخص ضعيف مثله. بعد كل شيء فهو لا يستحق ذلك بالنسبة لها. يغذيه الغضب مرة أخرى ويقفز إلى القتال. تقول لي إنها ستظهر له شيئا ما، سوف تظهر كيف يقاتل المقاتل العنيف الحقيقي. حتى أن الصحراء تبدو هادئة. تمر بعض الضبابية الحمراء تطارد خصمها لي، لكنها سريعة جدا. إنها تقفز فوق مستنسخات الظل. جانج لا يرفع عينيه عنها. تهاجم مستنسخاته ففجرت صخرة بالقرب منها. تعطلت حركة لي وهو الآن يحيط بها، حتى أن الفتاة تمزح قائلة إنه لابد أن يكون أحد أتباع باور، لأنه مزعج بنفس القدر. النور يشرق في الظلام. لم يرها جانب وهي تمر وهي تخترق الجميع، لكنها لاحظت الحركة. يستدير لي في الوقت المناسب لرؤيته يقترب. يقوم بإعداد أسلوبه الخاص ويوجه ضربة سامة. يونا لي لم يتوقع ذلك، ثم تخلق بعض المسافة. الهجوم السم بلمسة واحدة فقط يؤدي إلى تأكل شفرة لي. هبطت الفتاة مرة أخرى على الأرض، وهي تعلم الآن أنها إذا انزلقت فقد تفقد هذا. يعارك لي تسقط أسلحتها. تقول نائبة القائدة إن خصمها غير أسلوبه لأنه كان يصر على القتال بسكينين مثل سكاكينها. يقول جانج أن هذا بفضلها. كانت هي التي أخبرته بالطريقة التي تجعله أفضل قاتل. تشعر لواو بالقلق لأنها تحتاج إلى معرفة أي واحد هو الجسد الحقيقي، لكنها لا ترغب في إظهاره، وتقول إنها لا تتذكر إخباره بأي شيء. يبدو أن جانغ يأخذ الأمر على محمل الجد، لكنه وعد بأنه سيساعدها في إنعاش ذاكرتها من خلال إجبارها على استخدام رقصة الظل. يصر لي على أنه أصبح مزعجا حقا بسبب هذا الحديث. على الرغم من أنها تستمر في القول إنه أضعف من أن يستخدم هذه التقنية، إلا أنها في الحقيقة توفر طاقتها من أجل الباور. لكن بالطبع
شعر جاني بالإهانة، ثم هاجمتها إحدى مستنسخاته وضربتها من الخلف. تتذكر لي كيف كانت تقلل من شأن هذا الطفل، وهو طفل بكاء ربته بورك، وكان يقاتل مثلها تماما. كان جانج مرعوبا في ذلك اليوم، لقد كان الوحيد الذي نجا من مواجهة ضدها. يقول لي إن وجوده يبدو مصمما خصيصا لإثارة غضبها. عندما تقترب تضع مصلها على حقه، ويخبره بسر قوة القاتل بضرب شخص ما من أعماق قلبك. ولكن في تلك اللحظة فقط وصلت التعزيزات. قررت لي المغادرة لمجرد أنها متعبة، ولكن قبل أن تذهب فإنها تعطي نصيحة أخيرة. جان ليس مستعدا لهذه الحياة، تعتقد أنه يجب أن يستقيل، ثم تقول وداعا، ولكن ليس قبل أن تصفه بأنه مقلد رخيص. يقول جاني إنه بعد هذا الإذلال تخلى عن كل تقنياتها وبدأ من الصفر، كل ذلك لتجاوزها. ويقول إنه كان معجبا لي، لكن ذلك تغير بعد ذلك اليوم. لكنها كانت على حق، هوسه جعله الأفضل في العالم. ثم يبدأ العالم من حوله بالتحول. يبدو تشن مصدوما مما يراه. يظهر لي مرة أخرى قائلا إنه يطيعها في النهاية، لكن كان من الأفضل لو استقال كما نصح. لن تتوقع تشن أنها استخدمت نسخة ظل. يقرر لي تقديم نصيحة أخيرة: لن تظهر مخالبك إلا مرة واحدة عندما يحين وقت القضاء على أعدائك. صرخ بكلماته الأخيرة وهو ينادي اسم لي جيهاي. هذه هي نهايته، وحتى تلك اللحظة كان مجرد نسخة رخيصة. أحمق حتى النهاية. وعندما ينتهي القتال صوت يهنئها. يقول الصوت أن نائبتها قاتلت بشكل جيد على الأقل. لي سعيدة لأنه أظهر وجهه أخيرا، البائس الذي تريد قتله بشدة. تسأل بورك عن رأيها في الحدث الذي أعده لها. أخبره لي أنه لن يواجه نهاية سلمية بسبب ذلك، لكنه يبدو سعيدا. يسحب بورك سيفه ويقول إن هذا بالضبط ما يريد سماعه. دوامة من الطاقة تدور حولهما، ثم يستدعي لي رقصة الظل. يحاول الهاتف إجراء مكالمة مع لي، لكنه يذهب مباشرة إلى البريد الصوتي. لسوء الحظ لن يتمكن بطل الرواية من تحذيرها مما حدث، وذلك عندما يقول صوت أنه لن يتمكن من الوصول إلى لي. بطلنا محاط بالعديد من الصيادين. يوضح نفس الصوت أن الرذائل الموجودة داخل الزنزانة والإشارات الخارجية لا يمكنها الوصول إلى من بداخلها. بابتسامة يسأل الشخص الذي يقف وراء كل هذه الفوضى عما إذا كان يستمتع بالكهف، لأنه يشبه الكهف الموجود في مورين، ويسأل عما إذا كانت شا يوافق على ذلك. يسأل تيشا شيهيون كيف عرف أن لي موجود في زنزانة، فيجيبهم أنهم إذا سألوا بلطف فسوف يكشف السر. يسخر الصياد من بطلنا، وهذا يكفي لإقناع تشا بأنه مساعد دقيق، لكن لا يهم لأنه يستطيع إجبار أي شخص على التحدث. يستشعر الرجل طاقة تشاي شي هايان ويصبح متحمسا للغاية. يمكنك أن تشعر بالرنين العسكري في الهواء، لكن لديه حركة خاصة به. يتشكل رمز عملاق على الأرض. يتعرف بطلنا على ذلك على أنه تشكيل فخ، لكنه يقول أن هذا التشكيل يختلف عن تشكيل مورين. لقد تم دمجها مع قدرات الساحر. إنه تنشيط تكوين الختم الذهبي السماوي. الصيادون المحيطون به يهجمون. تشاشي هايان لا يهتم بالخدعة السحرية، لكن هناك شيئا مختلفا. يبدو أن هناك خطأ ما في بطلنا. العدو الأول يقترب من الضربة. في هذه الأثناء يشعر تشاشي هايان بأن جسده أصبح أثقل. يوجه بطلنا لكمة، لكن الصياد يصدها بشفرة. هناك خطأ ما بالتأكيد. لا يستطيع الوصول إلى طاقته الأبدية. قاتلان آخران ينتهزان الفرصة. يدافع تشي عن نفسه بدرعه، لكن حاجزها يتصدع من تلك الضربة. يشعر بطل الرواية بشيء مألوف من هؤلاء الأشخاص، ويبدو أنهم جميعا عادوا من مورين. يضحك جوتلاند من الصدمة التي بدت على وجه بطلنا. يقوم الختم بقمع واستخراج طاقة الهدف وينقلها إلى المرؤوسين، بغض النظر عن مدى قوة الشخص. نظرا لأنه في الحقيقة يتم استخدام هذه القوة لجعل رجالك أقوى، فإن تلك القوة المتراكمة ستصبح نقطة ضعفهم. بطل الرواية منزعج من كثرة كلام هذا الرجل. تخبره الدردشة أن يأتي إليه بالفعل. سوف يتأكد بطلنا من أنهم لن ينسوا أبدا اسم إمبراطور السيف. تشكيل الفخ هو نوع من مساحة الأبعاد المصممة لإيواء أشياء مثل العناصر الطبيعية أو العناصر الغامضة مثل التعويذات. استخدم أحد الاستراتيجيين الأسطوريين هذه التقنية ذات مرة لاستدعاء الرياح والبرق لإبادة أعدائه. اعتبر جاو ذلك الرجل إلها حقيقيا، ولهذا السبب في مورين تدرب فقط على تشكيلات الفخ، والآن عند استخدام هذه التقنية يرى نفسه إلها حقيقيا لا يقهر. على الأقل كانت هذه هي الفكرة. لكن قطع السيف يمر مباشرة عبر بطلنا. عندما تنظر مرة أخرى فهو بالفعل في مكان آخر. لقد اكتشفت شا بالفعل أن قاعدة الختم تستمد من الطاقة المعدنية. يقفز صيادان آخران للهجوم، لكنهما يمران أيضا مباشرة. بطلنا يطلب منهم الصمود. لقد انتهى الأمر تقريبا. لاحظ الحاكم أن هدفه استخدم تقنية نقطة الضغط لشل رجاله، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك ممكنا داخل الدائرة. ثم يقول بطل رواية إنه يريد إزالة الشكوك. يسأل عما إذا كانت المجموعة جزءا من الطائفة الشيطانية، لكن على ما يبدو أنهم لا يعرفون أي شيء. ذلك لأنهم لم يأتوا من مورين. أولا لأنهم ليسوا مبارزين جيدين. ثانيا لأنه لا توجد طاقة زراعة سماوية تتدفق بينهما. يجد جو بطلنا مزعجا للغاية، لكنه يعترف بذلك. لم يكن مرؤوسوه في العالم الآخر أبدا. لقد تم تشكيلهم ليكونوا فنانين عسكريين. يقول بطل الرواية أنه في مستواه يمكنه سحب شيء كهذا، ولكن ليس جو، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون نوعا من السحر. السحر فقط يمكن أن ينجح. لا يهتم تشوي إذا كان هذا سحرا عدادة أو فنونا قتالية، وفي النهاية لن يعمل أي منها ضده. يكشف جو أنه استغل المتسولين الذين يتجولون في الشوارع. لقد حصل على نتائج عظيمة بفعل ذلك، وهكذا حصل على مرؤوسين جيدين. يبدو أن جو استخدم التضحيات البشرية لإنشاء الدائرة. شاد راض لسماع ذلك، لأن هذا هو بالضبط نوع الشيء الذي يتوقعه من الطائفة الشيطانية. الرنين يهز جو، وذلك لأنه عندما يتعامل بطل الرواية مع أشخاص مثله فهو لا يتعب أبدا من ضربهم، ولكن ما يكفي من الكلام. بطلنا جاهز لبدء المطاردة. اهتز جو
يقسم أنه سينهي تشا. يبدأ رجاله في التحرك مرة أخرى، والآن يحملون أيضا الطاقة. يقول بطلنا أنهم يشعرون بالجرأة فقط لأنهم يستخدمون قوته الداخلية. ثم يخطو ويتغير كل شيء. تتحول الدائرة بسرعة إلى اللون الأزرق. ليس لدى جو أي فكرة عما يحدث. رجاله يصرخون من الألم وكأنهم يحترقون. يطلبون المساعدة. هي تشاهد فقط. يشرح بطلنا أن النار تذيب المعدن، وبما أن المصيدة كانت تعتمد على العنصر المعدني فقد قام بتعديلها. ليس لدى جو أي فكرة عن كيفية معرفة ذلك، لكن بطل الرواية يقول إنه درس القليل من هذه الأشياء كهواية عندما كان في موروم. لا يستطيع أن يصدق ما سمعه للتو، ففي النهاية كرس جو حياته لهذا الفن، ولكن بالنسبة لبطلنا كان مجرد هواية. ومن الواضح أن جو كان في حالة صدمة عندما رأى حدوده. غالبا ما يكون الأشخاص الأذكياء بارعين في الدراسة، ولكن هذه هي النهاية. هذا الفخ يستنزف الآن مفتاح غاون الحيوي، ومنذ أن استخدم حياة البشر لتحقيق أهدافه الخاصة. إنها عادلة فقط، ولكن قبل الانتهاء يريد بطل الرواية الحصول على بعض المعلومات. يريد أن يعرف ما حدث لليجي. في ذهنه ترى صديقه هامدا. كان باورك يعتقد دائما أنه شخص وحيد حتى التقى بها، وعندما كان في خطر رفضت التخلي عنه. حتى عندما كان خائفا وتطارده ذكريات وجودها هناك كان يشعر بأنه مرئي ومحبوب. كان ليجي هناك، لكن لم يكن من المفترض أن يلتقي أبدا. باورك يقول لها أن تنهض. سيكون من المخيب للآمال إذا خسرت بهذه الطريقة. مع آخر جزء من القوة لديها تنهض، لكن عينيها تظهر أن روحها القتالية لم تمت. إنها تنهض لتضرب مرة أخرى. يقوم باورك بتنشيط تقنية الدرع الخاصة به. يتصادم الاثنان وتنطلق قوة انعكاسهما. تم دفع لي للخلف، لكنها تمكنت من الهبوط على قدميها. لاحظت باورك أنها منهكة. حتى رقصة الظل تم إلغاء تنشيطها. لا يتذكر لي أن باورك كان بهذه القوة من أي وقت مضى، ذلك لأنها كانت تعطيها كل ما لديها. تقول نائبة القائد إنها ستطرح سؤالا أخيرا، ثم يوافق على الإجابة دون أي مشكلة. لي يريد فقط أن يعرف شيئا واحدا. تسأل لماذا فعل ما فعله لأصدقائها. لقد سئم باورك من هذا الموضوع الممل. بدأت ترتجف من الغضب. لي يريد الحقيقة لأنه يتهرب دائما من هذا السؤال. يفكر باورك للحظة ثم يجيب بأنهم كانوا ضعفاء كما هو الحال دائما. سحق الضعيف هو غريزته. يعتقدون أنها مجنونة لاعتقادها أنها تستطيع إجراء محادثة عادية. حتى مع وجود الدموع في عينيها فهي مستعدة لإنهاء هذا مرة واحدة وإلى الأبد. إنها تضرب مثل البرق بأقصى سرعة، وفي أقل من لحظة سيكونون وجها لوجه. كلا الشفرات تتصادم. موجة الصدمة الناتجة عن الاصطدام وحشية. وفي الوقت نفسه في مكان آخر كان تشاز قلقا وهو يتفقد هاتفه. يبدو أنه تلقى التسليم. ما يظهر هو أن باورك يتبع إله الحرب السماوي. لسوء الحظ فإن عقل الموضوع لم يدم طويلا، والموقع الذي تتبعه يبعد حوالي 450 مترا. يتذكر تشير مهارته في النقل الآني. يبدو أن لديه فكرة عما يجب فعله. يمكن لبطلنا الوصول إلى هناك خلال 20 دقيقة باستخدام قدرته، لكنه لا يفهم سبب قلقه. لي مجرد شريك تجاري لا أكثر. في موريم يحدث هذا النوع من الأشياء طوال الوقت، ولكن بعد ذلك يتذكر بطل الرواية دعوته لي لموعد غرامي. يتذكر كل اللحظات التي قضياها معا، كلهم ذكريات جميلة، فقط 2 منهم، وهذا يجعله يبدأ بالضحك على نفسه. يشكك في سلامة عقله. كان بطل الرواية على يقين من أنه لا يهتم إلا بنفسه وبأخته. لم يدرك حتى أنه يوجد الآن شخص آخر في حياته. تتجه الدردشة نحوها على أمل أن تصمد حتى يصل إلى هنا.